ما ابدا الفقره بتاعتي انا عاوزه اسالك، الفستان الجميل اللي انت لابساه النهارده ده انا شادد ولافت نظري جدا. ده ايه الاول؟ ده مغربي ولا؟ ده مغربي وهديه بالصراحه، يعني مدام ليله الصراحه. هديه من محمد السادس ملك المغرب. الله، بعت لي كتير. ما شاء الله، جميل ولونه حلو وذوق حلو ومنورك في سهرتنا الليله شويه. حلو. بالنسبة لتونس، ما هي في الزي التونسي، هو معمول يعني شبه، أنا بشوفه شبه من اللبس الهندي. بالنسبة للمغرب نشوف عندنا القفطان أو التكشيطة. القفطان هو حتة واحدة، بس التكشيطة حتتين. لا، ما مش موجود عندنا في الجزائر. حتى في الأجزاء الأمازيغية برضو ما فيش. لا، ممكن المرأة الجزائرية بتاخد تلبس الزي المغربي كما بتلبس كمان الزي التونسي. يعني ما تاخد من بره، بس مش تبعنا، يعني مش من تقاليدنا. لو اتكلمنا برضو عن أسرار الجمال، لأنه من المعروف أنه أرض المغرب العربي بشكل عام أرض الجمال، وأنه نساء المغرب العربي مشهورات جدا بالعناية بنفسهم. وإحنا طبعا نسمع مثلا عن الحمام المغربي، ولكن عن أسرار الجمال الجزائري، إيه أبرز الحاجات اللي بتتوارثوها كمان؟ لمسة زينب، يعني في يعني كيف نفرقوا بين تصميم آخر وتصميم زينب عماري؟ أين تكمن لمسة تاع زينب؟ اللمسة هي في كي تشوفي لا توني تراديسيونيل، تشوفيها توني تراديسيونيل مودرن، ماشي توني تراديسيونيل الجبعة اللي تكون عريضة بالكمامات هذوك يكونوا 3 كار ولازم المرأة تحزم. نو، تكون اكزامبل متماشية مع الموضة، واش تقول الموضة العالمية، ميم با الموضة الوطنية ولا الموضة في المغرب العربي ولا لا. انا نواكب الموضة العالمية وننسبيري من لي غروند ميزون، ستادير اكزامبل لا ميزون تاع إليسا وبيان كارولينا هيريرا، هادو هما بين قوسين اللي انا بزاف نواكب الموضة ديالهم. ما هو اللي صنع نجاحك؟ هل هدفي اللمسة الخاصة بك؟ سر النجاح ديالي وان شاء الله راني في بدايات الخطوات لهذا النجاح. ما نقولش نجحت 100%، خاطر مازال انا وقتاش نعرف روحي باللي نجحت لما لو برودوي الجيريان ولا لا توني تراديسيونيل الجيريان تخرج للعالميه، وكي تشوفني واحده اجنبيه ولا تشوفك انت واحده اجنبيه لابسه هذاك الكراك والعاصمي ولا جبه العنبيه تقول لك انت جزائريه، التم نعرف باللي راني نجحت ووصلت لانها بصمه جزائريه. كيما رانا نشوفوا القفطان كي تلبسوا اي واحده مغربيه تقولها انت مغربي. نروحوا نشوفوا في لي فيستيفال تاع كان وبيان لو مارياج تاع لو برنس ويليام، لي ماروكان اللي كانوا انفيتي ما لبسوش اون روب دو سوار راحوا بها، لبسوا قفطان مع لا سينتور، لبسوا اون توني تراديسيونيل ديالهم. ميم في فيستيفال تاع كان ديرنييرمون لبسوا لي كافتون ديالهم. هذيك هما شخصيتهم، حابين يبينوا شخصيتهم للعالم كامل. يعني باش تلحقي يعني لهذا النقطه، يعني كيفاش واش لازم عليك ديري؟ احنا عندنا هذيك الالجيريانيتي، عندنا هذيك يعني عندنا هذاك النيف، وحنا ماذا بينا لو كان نشوفوا لما لا هذه الالبسه يعني في المحافل الدوليه لما لا عند الاجانب. ان شاء الله ان شاء الله هذا هو البيت ديالنا، يعني بالمعارض باللي ديكسبوزيسيون باللي ديفيلي اكزامبل لي ديفيلي كيما رانا نشوفوا القفطان المغربي يديروا له بزاف لي ديفيلي وشان انترناسيونال، زعما لي زيتازوني، لندن، ان فرانس، باريس يديروا له. وحنا ان شاء الله هذه هي اول خطوات. اول خطوات وان شاء الله المنتوج ديالنا يوصل للعالميه ان شاء الله. المبدعين الجزائريين في عالم الموضه والتصميم ما تزال في بدايتها، ولكنها مستمره رغم بعض الصعوبات التي يشكو منها المصمم. في الجزائر امكانيات معناتها دي زيكول دو فورماسيون يانا با اسي، ناقصين بزاف، ولازم لو ميتي هذا يتجمع ان اسوسياسيون. فوالا لازم نديروا دي اسوسياسيون، لي كوتوريي يتلموا كسوا من الشرق من الغرب من الجنوب. الجزائر الله يبارك كبيره، نقدروا نديروا حاجه مليحه وننافسوا. ما نقولكش خير منهم، ولكن ننافسوا كما احبابنا في تونس ولا في المغرب. وقوف هؤلاء المصممين في هذا الرواق بجانب أعمالهم ليحيوا من جاء لتشجيعهم يعد آخر مرحلة من عمل المصمم، ولكنها في نفس الوقت تعد أول خطوة نحو التألق والعالمية.